أسوان. انا من الناحيه الرسميه قدام العالم كله بقى ان انا ايه، تبع وزاره الخارجيه. تبع وزاره الخارجيه. طيب اروح ازاي؟ قمت قطعت التذكره على حسابي، عشان ما انا اذا كنت رايح مأموريه المفروض ان انا ايه، يقطعوا لك يقطعوا لي تذكره ذهاب واياب، واخد بدل سفر كمان. نعم. عشان اسافر. نعم. سواء من الجيش ان كنت تبع جيش او وزاره الخارجيه او التي وزاره اصبحت الخارجيه. عليها. نعم. انا لا معترف بدول ولا معترف بدول. قمت رحت قاطع تذكره على حسابي عشان الاصرار ها والحفاظ على الكرامه. رحت قاطع ايه، ها، تذكره على حسابي على الطياره على ايه، على اسوان. على اسوان. ورحت اسوان. كان هناك يعني اجتماع، وكان هناك بدايه الحل بتاع فض الاشتباك الاول. وكيسنجر جاي وبتاع والكلام ده كله. المهم في الميعاد المحدد الساعه 11 رحت قابلت. تفتكر التاريخ بالضبط؟ برضه في ديسمبر؟ لا 6 يناير تقريبا. نعم. يا 6 يناير 74. 74. يعني شوف فات تقريبا يجي شهر او 3 اسابيع ونص يعني، او حاجه زي كده، من 13 ديسمبر الى 6 يناير. وانت كنت قاعد دول في البيت؟ لا في البيت. ايش؟ في البيت اقرا، اروح النادي بتاع حاجات زي كده، ما فيش يعني. المهية اللي خدتها بعد كده عن هذه الفترة تعتبر حرام يعني. فرحت قابلت السادات. السادات شخصية يعني المقابلة بتاعته لطيفة يعني. نعم. لا 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 يا سعد، أنا زعلان منك. أنا زعلان منك. إزاي يا أخي أبعت لك حسني مبارك ويقول لك أنا جاي برسالة من رئيس الجمهورية، وتقول له لا أنا مانيش قابل وأنا مش عايز أروح وأنا. طب أنا قلت إن أنت علاقتك مع أحمد إسماعيل يعني يمكن قالها لك بطريقة جافة ولا حاجة. أول ما بعت لك حسني مبارك ويقول لك أنا جاي من عند الرئيس، وتقول له لا مانيش عايز، ده كلام ده يعني كلام بالشكل ده. أنا طبعا أنت دورك في القوات المسلحة لا ينكره أحد. كان لسه ما طلعش البحث عن الذات. وده يوري لك التناقضات في شخصية السادات، إنه يلعب يمين وشمال ويغير وكل يدي لكل واحد الكلام اللي يعجبه. بيلعب سياسة يا سيدي. لا بيلعب سياسة. لا لا لا، أنا ضد السياسة بهذه السياسة الماكافيلية. مش ممكن. نعم. لازم السياسة تكون مبنية على مبادئ وعلى أخلاقيات. ما أيامنا العرب والمسلمين ما كانوا بيحاربوا، كانوا بيعملوا سياسة مع الدول، إنما كانت بتربطهم مبادئ وأخلاقيات. فأنا لازلت أتمسك بالمبادئ والأخلاقيات في العلاقات السياسية. ماذا حدث بعد ذلك في نهاية المقابلة أو في نهاية وبعدين دخل في حتة بقى نقطة ضعف بتاعتي وحبي للقوات المسلحة. قال لي وانت فاكر ان انا يعني موديك لندن دي علشان يعني تعتبر الرسالة بتاعتك في القوات المسلحة؟ ده انت ليك رسالة في القوات المسلحة لسه ما انتهتش. ده احنا داخلين على اعادة تسليح القوات المسلحة المصرية بأسلحة جديدة غربية، وهيكون المركز بتاعها في ألمانيا، وانت محطوط في ايه، في لندن ده كغطاء، وانك انت هتكون انت اللي مشرف على هذه العملية. مين هنلاقي مين يشرف على عملية اعادة التسليح وانتقاء الاسلحة والبتاع؟ ما عنديش فكرة في هذا الوقت ان رئيس الجمهورية يمكن يكون بيكذب. نعم. خدت الكلام كما هو. نعم. كما هو. وانت في لندن حد يرفض ان سفير في لندن؟ ده اي رئيس وزارة سابق وموجود لو اقول له هتروح سفير في لندن يفضل هذا المنصب عن رئيس وزراء. تقوم انت ترفضه؟ ده تكريم ليك، وده مش عارف. اقتنعت لاني بفترض ان رئيس الجمهورية بيقول الحقيقة. وقبلت. وذهبت الى لندن. وذهبت الى لندن في حوالي شهر 4 أو 5 مايو. على ما جت بقى الموافقة الرسمية يعني. نعم. وهذه المرة الثانية ذهبت إلى لندن في 61-62 كملحق عسكري. الآن عدت إلى لندن في 74 كسفير. نعم. كسفير. بإيجاز فترة عملك الدبلوماسي. لا علشان الحتة بقى التانية بقى اللي هي مرتبطة بالكلام ده. بعد ما استقريت كسفير وقال لك عن طريق ألمانيا، وبعدين حسيت مفيش اتصالات مفيش حاجة، قمت أنا سألت السفير الألماني
على هذا اكتشفت ان القصة بتاعت السادات مختلقة من اساسها وليس لها اي اساس من الصحة. فعرفت ان انا ايه، خدعت مرة اخرى بايه، ان انا قبلت على اساس معين. يعني انت يعني كان قبولك للمنصب على انك لن تكون مجرد دبلوماسي، وانما هذا غطاء مجرد سفير بس لدور، ولكن ليها دور في القوات المسلحة. نعم. ولكن اوقات لما القرار يجي متاخر بيبقى عديم القيمه. فكان الوقت متاخر ان انا ايه، اتراجع من هذا، واستمريت في عملي. لكن هذا جعل ايضا في نفسك يعني شيء على الرئيس السادات. طبعا طبعا. الله، الراجل بيخدع، مش بيخدع، هي دي سياسه. انت بتخدع العدو ولا بتخدع الناس اللي معاك وتضحك عليهم وتقول لهم كلام؟ اي واحد جايز كان هو مخطط لهذا ولكن الظروف لم تساعده. لا 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 لا. اي واحد بيفترض ان رئيس الجمهوريه عندما يقول ذلك فيكون ايه، بيحترم كلمته وبيعني ما يقول. فما كانش جه في دماغي، لا كان لسه قريت له البحث عن الذات، ولا كان لسه كنت بتعامل معاه كأن ايه، الكلمه اللي بيقولها هي دي لازم تكون هي الصح. المهم بقيت سفير في بريطانيا عامي 74 و 75. ايه الدور الانتقال من حياه عسكريه بدات في عام 1940 وامتدت إلى 1973، والآن أصبحت تقوم بعمل دبلوماسي بعد 34 عاما من الخدمة العسكرية التي أوصلتك إلى رئاسة الأركان وقيادة رئاسة الأركان. ناخد حتة حتة علشان ما نتوهش. أنا أولا منذ اليوم الأول لوصولي إلى لندن كان محفوف بالمخاطر. قبل ذهابي بيوم أو بيومين اتصل بي المخابرات العامة وقالوا لي إن فيها واحد يهودي متطرف اسمه كهان، وقال لك إن إحنا هنغتال إيه، الشاذلي، وعلشان كده مش عايزينك إنك أنت الرحلة بتاعتك تكون معلنة وتكون سرية وبتاع. المهم ده مائير كهانة اللي قتل بعد ذلك في اللي قتل بعد ذلك. فالله أعلم إذا كان هذا الكلام ده حقيقي أو الغرض عدم تضخيم عملية الاستقبال. المهم اللي حصل إن أنا برضو إيه، يعني أبقى موعد واحد زي حالاتك إن أنا مثلا إيه، هتجيني بكرة أو أنا هفوت عليك بكرة وتصبح تاني يوم تلاقيني ما سافرت، بايخة يعني. إنما قلت أهو الناس هتقدر هذا الموضوع، وسافرت وقبلت في لندن. هناك عندهم طريقة يجيبوا صحفي مندوب عن الايه، الاعلام كله، بحيث عشان ما يبقاش فيه ايه. فقبلت بمندوب الاعلام الصحفي دهوت، وفي المطار لقيت بيهاجموني. يعني يقول لك انت متهم بانك انت اديت اوامر اثناء حرب اكتوبر بقتل الاسرى اليهود. نعم. ومتهم بانك انت عندما كنت ملحق عسكري كان لك علاقه بالحزب الفاشيستي التي ذكرتها قبل. انا بقول لك كل الكلام مرتبط ببعض. قلت لهم اولا بالنسبه للاتصال بتاع الحزب الفاشيستي ده، انا كنت متصل بكل الاحزاب البريطانيه في حدود القوانين البريطانيه، ولم انتهك اي قانون، ولم يكن بيني بينه اي علاقات ماليه كما تدعون. ولو حصل هذا حقيقي كنتوا هتقدروا تعتبروني على طول بيرسونا نون جراتا وتطلبوا مني العوده، وهذا لم يحدث، واستمريت الى نهايه الخدمه. اما بخصوص ان انا ضد الساميه، اولا لا يمكن ان يكون هذا لان احنا من اصل ساميين من الاصل. ثانيا ان احنا ناس بتوع دين، والدين بتاعنا بيقول لنا تحترموا الاسير، ولا يمكن اطلاقا ان احنا نقتل الاسير. مش ممكن، ضد مبادئنا وضد اخلاقياتنا وضد ديننا. انما احنا نقتله في وشه طول ما هو ايه، لسه شايل السلاح. انما اذا القى السلاح اصبح في عهدتنا ولا يمكن ان احنا نقتله. سعادة الفريق، احنا لا نود أن نسهب كثيرا في تفصيلات الجانب عملك كسفير في بريطانيا، ولكن أود بإيجاز لو تقيم لي التجربة. طبعا استفدت كثير جدا، لأن الربط بين السياسة وبين العسكرية وبين المواقف العسكرية
واذكر ان مثلا كنت مره قاعد في احتفال وكان جنبي